السلام عليكم متابعين جرماي من النخبة الأقوياء، دمتم بخير. المرة هذه جيناكم قصة من دولة مصر عام 2013. حرمة منقبة بالكامل دخلت المحكمة في مدينة المينا في الصعيد، وفجأة تطلع سلاح وتطلق 3 طلقات على شخص متهم قدام الضباط والجميع، وبدون تنتظر ما يصدر الحكم النظامي عليه. وإيش كانت قضية هذا المتهم؟ وندخل في تفاصيل القصة بعد الانترو. ورجعنا لكم مرة ثانية من قلب الدنيا، وبالتحديد الصعيد من مدينة المينا. ومن هنا طلعت لنا القصة الأغرب، واحدة من القصص المعقدة والنادرة واللي بتفاصيلها كأنها خرجت من فيلم أكشن محنك. وتبدأ الأحداث في مجمع محاكم الدولة، يوم دخلت عليهم حرمة منقبة بالزي الإسلامي الكامل، كشخص عادي عنده مصلحة خاصة تغلقها أو أي إجراء قانوني. تتحرك بكل هدوء وسط العسكر وباقي الحضور بكل ثقة وكأنها تعرف وجهتها صح. طلعت سلم الدرج وتنقلت من طابق لطابق إلين وصلت الدور الرابع، ووقفت عند باب المحكمة الجنائية وهي ماسكة شنطتها بكل قوتها وكأنها أثمن شيء في الكون. وتمر الدقائق وهي تراقب الوضع وتنتظر خروج أحد المتهمين جنائيا. وفي لحظة خرج المتهم المطلوب واللي كانت تنتظر بفارغ الصبر، وكان مقيد بالسلاسل ومرافقه ضابط كبير وعسكر، والحراسة كانت مشددة عليه. وكانت هذه اللحظة الحاسمة، وما كانت تشوف في الساحة إلا خصمها، وتفتح شنطتها وتطلع مسدس وتطلق 3 طلقات على صدر المتهم مباشرة. والرصاصة الرابعة كانت طائشة، أصابت الضابط بجروح بليغة، وفي غمضة عين تحول المكان لفوضى واستنفار أمني. المتهم طاح على الأرض ميت بدون أي حركة، والضابط مصاب ويحاول يتصدى للموقف. والحيرة والأسئلة في عقول كل الحضور عن هذه الحرمة الغامضة، وليش سوت الفيلم هذا كله وسط العسكر والحراسات المشددة، وكيف قدرت أصلا تهرب سلاح قاتل لمحكمة كبيرة مليان حواجز أمنية وتوصل وتقتل هدفها بكل جرأة. ندخل عمق القصة عشان نعرف بوادر الأحداث اللي صارت، ونرجع لبداية البداية، ونروح لحي أبو الهلال محافظة المينا 2013 شهر مايو. فهذا الحي العريق تعيش عائلة محترمة ومعروفة بطيبتها بين الناس، ومعتمدين على رزقهم بعد الله على صيد الأسماك، والشغلة هذه كانت موروثة عندهم أبا عن جد. وحتى صاروا يلقبون أفراد العائلة ذي بالصيادين عشان شطارتهم في المهنة. ويهمنا من بين أفراد الأسرة ذي شخص اسمه ياسر فتحي، والمعروف بلقب سنبل، وكان شاب في عمره 28 وقت أحداث القصة، متزوج وأب ل3 بنات صغار، وكان مثل الأب كمان مع أخوانه الصغار، وخاصة أخوه الأصغر محمد، واللي له دور مهم وبارز في قصتنا. سنبل معروف بعلاقته الطيبة مع الكل، بس كان عنده شخص مقرب ويعتبره بعد العائلة، وده صديقه اسمه سيد، وكان أكثر من مجرد صديق، كان أخ لسنبل في السراء والضراء ودائما سوا. بس كما المعتاد أغلب الوقت دخل بينهم الشيطان واختلفوا بسبب قطعة أرض، والأرض هذه أصلا ما كانت ملك لأحد فيهم، كانت ملك من أملاك الدولة. سنبل حجز على الأرض، وصديقه سيد يبغى ينتزعها منه ويبغى يكون له نصيب فيها. وانتهى الوضع بخلاف كبير ومشادة كلامية، وانتهت بالتلفظ والسب بدون ما توصل فيها مدة يد. طال الزعل بينهم، ومع الأيام تدخلوا أهل الخير عشان يصلحون بينهم، وكان سنبل هو المبادر، وراح إلين بيت سيد واعتذر له عن كل اللي حصل، وفوقها بوسة راس. في الأخير تصالحوا ورجعت المياه لمجاريها، وأعز أصحاب كالمعتاد. بعد الأحداث هذه اللي صارت مرت الأمور بسلام تام لفترة طويلة. بعدها حصل اختفاء مفاجئ لسنبل في ظروف غامضة. خرج سنبل من البيت، ومن بعدها معاد صار له أثر لساعات طويلة. عائلة سنبل حاولت تتواصل معاه بالجوال، بس للأسف مقفل، وما كان معاهم إلا أنهم يخرجون ويدورون عليه في الأماكن اللي معتاد يروح لها سنبل. وبدأوا من بيوت الأقارب والأصحاب، ولا له أثر، وكأنه اختفى من الوجود نهائيا. والتجأوا للحل الأخير وبلغوا عن أقرب مركز شرطة عن فقدان سنبل، وبدأت الشرطة في التحقيق بعد ما مر 24 ساعة عن اختفاء سنبل. ومع الوقت والبحث المكثف الشرطة ما أعلنت أي تقدم ولا دليل عن اختفاء سنبل، والعائلة كانت تعيش في أشد حالات الخوف والقلق، وراودتهم الشكوك في الناس اللي حواليهم، وبالأخص المقربين من ولدهم سنبل. بعضهم شك في صديقه المقرب سيد إنه له يد في الموضوع، وإنه متورط في اختفاء سنبل نظرا للخلاف اللي حصل بينهم. بس هيهات تبخرت الأوهام بإنه صعب يكون السبب، وهم أعز أصحاب وأحباب، وبالذات سيد كان معاهم خطوة بخطوة من بداية اختفاء سنبل، وحزنان على فراقه وواقف مع العائلة ليل ونهار. بس الحقيقة المرة والصادمة انكشفت بعد ما مر 21 يوم على فقدان سنبل. في اليوم 22 حصلت مفاجأة،
استدعت الشرطة عائلة سنبل وأعطتهم الخبر السيء بأنهم حصلوا جثته في البر بدون أي بوادر للحياة، وأنه له فترة طويلة ميت. ومع التحقيقات اكتشفوا أنه آخر شخص كان مرافق الراحل سنبل شخص اسمه رضا، ورضا ذا كان واحد من سكان نفس الحي، ومعروف عنه أنه راعي سوابق جنائية. وما كان رضا لحاله في الموضوع، وكان في شخص ثاني مشارك في الجريمة، واتضح في الأخير أنه سيد الصديق المقرب لسنبل. الشرطة أول ما واجهت رضا ما تحمل ينكر، وعلى طول اعترف بالجريمة، بس حلف وحاول أنه يفهم الشرطة أنه شارك هو تحت تهديد السلاح من سيد، وسيد هو اللي دبر كل شيء، وهو أصلا ما له ذاك الدور في الجريمة. في النهاية طلعت الحقيقة أبشع مما تتوقعون. سيد هو اللي أخذ السلاح وأطلق على سنبل، ورضا ومعاه شخص ثالث اسمه إسماعيل مشاركين في الجريمة بشكل كامل، من ناحية غدر بأبشع الصور واستدراج للضحية. وهذه هي الخيانة بأم عينها من أقرب الناس لسنبل. سيد ما قدر يتحمل الموقف الإهانة اللي تعرض له قدام عياله وزوجته قبل الصلح، وبعد ما تم الصلح بينهم ما زال الحقد والغضب في قلب سيد يغلي، والعداوة تكبر في صدره، وناس الصداقة اللي كانت بينهم. وقرر سيد ينتقم بأخس طريقة، واستغل موقف الصلح والثقة اللي رجعت بينهم، ومثل عليه دور الحمل الوديع. سنبل ما كان عارف إن الوداعة هذه والوجه البشوش كان كله مجرد تمثيل من سيد عشان ينتقم منه. واستغل سيد حاجة سنبل للفلوس عشان موضوع زواج أخوه الصغير محمد، وأقنع بأنه اكتشف مقبرة أثرية وأنه يحتاج أحد يساعده عشان يكتشف ما فيها من كنوز، وهذه الفرصة الذهبية لسنبل لأنه محتاج فلوس زواج أخوه وما بقى عليه كثير. ووافق بدون أي تردد، وما قال لأحد من أهله ولا أصحابه وين رايح، حب تكون مفاجأة، ولأنه المهمة أصلا ممنوعة ومخالفة للقانون. ووقت وصلوا المكان المحدد بدأ سنبل يحفر هو فرحان، وما كان يدري انه جالس يحفر قبره بيده. سيد استغل الفرصة المناسبة واخذ السلاح واطلق على سنبل وهو ابرد ما يكون. 3 رصاصات كانت كافية انها تقتل صديقه اللي وثق فيه لاخر عمره. بعد الجريمة هذه دفن سيد واصحابه الاثنين الجثة في حفرة عميقة، وغطوا على كل اثر ممكن يدل عليهم. ومعروف الثار نهايته سيئة، وبالذات في الصعيد. بعد ما اكتشفوا الجريمة ذي عائلة سنبل ولعت غضب وحقد، وبالذات اخوهم الاصغر محمد. ومحمد ذا كان الأقرب لأخوه الراحل سنبل، وكان يحبه ويعتبره بمثابة الأب له. تملك محمد الغضب والحقد، وما قدر يتحمل فكرة إنه قاتل أخوه حي يرزق، ويمكن كمان ينسجن فترة طويلة إلين تأخذ العدالة مجراها. عجز محمد وما قدر ينتظر، يعرف إنه العار راح يلاحقه إذا ما تحرك من بدري وأخذ ثار أخوه بنفسه. وفي يوم 13 شهر مايو 2013 سيد كان متوجه لجلسة محاكمة، وما كانت الجلسة الأولى له. تنكر محمد ولبس نقاب إسلامي كامل، وحط سلاح في شنطة يد نسائية، وقدر يخترق كل الحواجز الأمنية ووصل لهدفه بجدارة. ويوم شاف خصمه سيد مكبل بالسلاسل ما تردد ولا لحظة واحدة، وأطلق عليه 3 رصاصات مباشرة زي اللي انغدر فيها أخوه، وبكذا خلص على حياة الشخص اللي سبب له ولعائلته كل ذي الآلام. وفي ختام القصة حاب أنوه عن الحكم والقرار اللي اتخذه محمد، وهذه مو مجرد قصة ثار وجريمة، بالعكس داخلها كثير أسئلة كلها عن العدالة والانتقام. واللي سواه محمد أصلا كان نتيجة تراكمات من غضب وحزن وعار. ووقت التحقيق مع محمد اعترف بكل شيء وما أنكر فعلته، وحس إنه واجب عليه يسوي كل شيء عشان كرامة العائلة. ويبقى السؤال، هل يمكن تكون النتيجة مختلفة إذا كانت بيد العدالة؟ بالذات في الصعيد أخطر القضايا اللي تواجههم مو بسبب العدالة، أغلبها تتعلق بالشرف والكرامة والمكانة الاجتماعية. عشان كذا نلاحظ إنه بعضهم ياخذ حقه بيده حتى لو كانت نهاية مصير حياته أو حريته. ونسأل الله السلامة للجميع. واتركوا لي آراءكم تحت في التعليقات، ولا تنسوا اللايك والاشتراك. دمتم بخير. سلام.